السلام عليكم، ازيكم يا حلوين. النهارده هعمل معاكم البانيه بتتبيله حلوه قوي. المكونات بتاعتها كلها موجوده في البيت، وهيطلع معاكي احلى واطعم بانيه ممكن تجربيه. زي ما انت شايفه درجه اللون بتاعته حلوه قوي، ومقرمش من بره ومن جوه بيكون طري كده. بجد طبقه التتبيله بتكون ماسكه عليه، مش بتحسي ان هي بتفصل القشره الخارجيه، لا بالعكس. اول حاجه هجيب بيضه وانزل عليها بنص معلقة من توم البودر، نص معلقة من البصل البودر، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من الملح. وهنزل عليهم حوالي علبة من الزبادي وكوباية من الدقيق. وهجيب بصلاية تكون مبشورة وبصفي المية منها، أهم حاجة نصفي منها المية علشان ما تفصلش الطبقة بتاعة التتبيلة وتحسي انك بتشوي فراخ كده او بتحمري فراخ من غير اي تتبيله. هنقلبهم بقى كويس قوي. وطبعا التحكم في سمك والقوام بتاع التتبيله، لو لقيتيها خفيفه معاكي هتضيفي كمان شويه من الدقيق. حاولي ان هي تكون تقيله شويه عشان تمسك في طبقات الفراخ. عندي بقى صدر فرخه كامل، الفرخه دي كانت حوالي 2 كيلو ونص. اخدت الصدر كله وبقطعه بالطريقه دي. انا كنت مخليه راجل بصراحه يقطعها لي، بيوفر ويسهل عليا. هننزل بقى بيها كده في قلب التتبيله زي ما انتوا شايفين، علشان التتبيله بتاعتي تقولها مظبوط، مش بينزل من على الفراخ متماسك ازاي. وهو ده السمك اللي انا عايزاه، تكون متغطيه من الجنبين زي ما انتوا شايفين. هتخلصي كل الكميه بتاعتك بنفس الطريقه دي. اهم حاجه اغطيها كويس وهدخلها التلاجة. انا دخلتها التلاجة بصراحه ليله كامله، وده طبعا بيكون افضل. طيب انا مستعجله وحابه اشتغل على طول، ممكن تدخليها التلاجة ساعه وبعد كده تغطيها باخر طبقه ويتحمريها. اللي هي معايا ايه بقى اخر طبقه؟ بجيب كوبايه من الدقيق، عليها كوبايه من الفيجيتار الجاهز، واضيف عليه نص معلقه من البيكنج باودر وربع معلقه من الفلفل الاسود، وبقلبهم كويس قوي. وطبعا الفيجيتار عندي بيكون عليه الملح بس، ممكن تضيفي حوالي ربع معلقه صغيره عشان احنا ضفنا دقيق. طب ما عنديش فيجيتار او دقيق، ممكن نجيب العيش الفينو وانشفه واطحنه واستخدمه. هنقل بقى الكميه بتاعتي في اي طبق واسع، واهم حاجه نغطيها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، نضغط عليه كده بحيث الطبقه تتماسك. انا هنا ما نزلتش بقى ولا في لبن ولا في بيض، لان انا كده كده كنت مستخدمه الزبادي والبيض في التتبيله، فانا خلاص مش هحتاج بقى الخطوه دي. شايفين قد ايه التتبيله مع الدقيق والفيجيتار ماسكين في الفراخ، ما تحسهمش بيفصلوا او بيقع منك حاجه وانتي بتغلفيها، لا بالعكس. بعد بقى ما خلصتي كل الكميه، لو عايزه طبعا تخزنيها تحطيها في علبه وهتدخليها الفريزر. اهم حاجه بقى نجيب زيت يكون سخن، اهم حاجه يكون سخن يا جماعه علشان البانيه يطلع معاكي مقرمش من بره، وما يكونش شارب زيت كتير وما يكونش حار. هننزل بيه بقى في الطاسه اللي هي الزيت فيها سخن. اول ما ياخد اللون الذهبي بنقلبه على الجنب التاني، وهو مش بيقعد وقت كتير. اول ما اخد معايا اللون ده، وطبعا درجة اللون انت تتحكمي فيها، حابة تغمقي حابة تفتحي اكتر، فطبعا دي حسب حريتك. هنخرجه بقى، وانا هنا بصفيه يا جماعة على شبكة او مصفى، مش بحب اصفي على مناديل. حابة تصفي على مناديل براحتك، بس المناديل هتطري معاكي الطبقة الخارجية، هتحسي ان الطبقة بقت طرية وجوه طري. فعشان تحسي بسنة بس قرمشة، فطلعيه على اي مصفى او شبكة، وهتلاقيه نزل كل الزيت. وطبعا حطي تحتها مناديل، هتلاقيه نزل كل الزيت بتاعك، والطبقة اللي بره هتكون مقرمشة وهيكون طعمه بجد خطير. بعد بقى ما خلصت كل الكمية وحمرتها بنفس الطريقة، وده بقى بيكون شكله معايا بعد ما خلصت كل الكمية. انا قدمته مع بطاطس وكنت عاملة مكرونة، فاعملوه ان شاء الله هيعجبكم، وقدموه بالطريقة اللي تحبوها. شايفين درجة اللون قد ايه حلوة قوي؟ انا بحب بصراحة الدرجة دي، مش بحب اغمق اكتر من كده. والقطعة من بره بتكون مقرمشة معاكي، ومن جوه بتكون اللحم طري وحلو قوي، وطعم التتبيلة فيه بجد خطير. انا هنا بقى حبيت ان انا اقطع واحدة معاكم كده عشان اوريكم قد ايه الطبقة بتاعة التغليف والتتبيل متماسكة ومش بتفصل معايا عن اللحمة، او بتحسي ان التتبيلة بتاعته خرجت خالص وانتي بتحمريه، لا بالعكس، واللحمة من جوه تكون مستوية وطرية. فان شاء الله هيعجبكم لما تجربوه.
وأسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.